ايش تعرف من انت انه ازال الاسيد الذي سكب فوق الاسيد ما توجعتش منه زي ما توجعت من كلمتك هذه. هذا كونه كاعلامي وانسان يعني واعي وكلامه وهذا ما يقدرش انه يتكلم بالاسلوب هذا. انا ما شفت واحد يعالجني لمده 4 شهور مجان. العنود حسين شريان، وقصة جديدة من قصص الاستغلال لمعاناة هذه البنت، وأنها منذ أن تعرضت لصب مادة الأسيد الحارقة على وجهها كانت ضحية لحالة من حالات التفاوض بين زوجها طليقها وبين أختها وخالتها. عموما لا أطيل عليكم، دخل في القضية استغلال جديد للأسف الشديد لمعاناة هذه الطفلة. لو تلاحظون الفيديو وهي مكسورة منكسرة وهي تتحدث والله الدكتور ما قصر، والله المستشفى ما قصر، والله ثم عمها يتحدث، ثم من معها يتحدثون. ما هذا الجشع؟ ما هذا الاستغلال الذي لا يليق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أتكلم عن الإعلامي سمير الصلاحي. سمير الصلاحي، من هو سمير الصلاحي؟ مجرد إعلامي مشوش بحكم أنه يشهر شخص ويسيء إلى شخص. هل أجا الإعلامي سمير لا عندنا لا مستشفى يونيماكس بيشوف حقائق أو يتكلم بمنتهى الأهمية عن أشياء ما شافهاش؟ مجرد شهرة أول حاجة، ومجرد شهرة يشتي يفعلها على حساب ناس ما عرفهمش. بالنسبة لليونيماكس إحنا جينا لهنا قبل 4 شهور بدون مجاملة ولا نشهر للمستشفى ولا نرفع لها مثلا دعم ولا شيء. احنا جينا المستشفى يعني بحكم انها قريبه مننا وجينا على اساس نعالج البنت حاله طارئه. استقبلتنا المستشفى الدكتور باسم الكادر الطبي، كانت الحاله طبعا يرثى لها. الدكتور باسم قام بالاجراءات الاوليه والاسعافات الاوليه كامله، ما كانش مطالب باي حاجه. فين كان سمير لما حصل هذا من اوله؟ أتمنى ولي رجاء خاص لكم جميعا ولا أريد أن أطيل، إنه أن يتحرك فاعلين الخير لمحاسبة هذا المستشفى، لتخرج هذه الطفلة وتذهب إلى الدكتور الذي تكفل بعلاجها، واحد من أكبر دكاترة المجتمع اليمني، الشرقبي، في عملية التجميل. الشرقبي دكتور حلو وتمام وعلى عيننا وراسنا، ودكتور مشهور ودكتور في منتهى الأهمية، صح، إحنا نقدره ونحترمه كدكتور وأب للكل. اما بالنسبه للدكتور حقك، هو يجي اهلا وسهلا للمستشفى، يجي يساعدها في المستشفى، يساعدها، ما يجيش يساعدها الله يفتح عليه، ما بش فيها، ما حدش يغصب حد يا ولدي. بس مش على حساب ناس نطلع ناس او نمدح ناس. دكتور باسم ما نحشروش احنا، بس احنا نرد له كجميل. فعلا الدكتور باسم وقف معانا، فعل اللازم. المستشفى كله، مش الدكتور باسم بس، المستشفى كله، الكادر الطبي كله. فعيب علينا اساسا احنا نسمع كلام عن المستشفى الذي جدت معانا واهتمت بمعالجه بنتنا وقدمت اللازم بدون مقابل، بدون فلوس، بدون اي حاجه. احنا عددنا ذنحينا من الان لما بدا الاعلام يشهر قضيتها. وبالنسبه للمستشفى يونيماكس، انا ما شفت واحد يعالجني لمده 4 شهور مجان، لحين ما ربي فرجها وجاتني ناس تساعدني واهل خير يساعدوا بنتي. بس من اول، من الذي اهتم؟ الدكتور باسم. من الذي قدم الاسعافات الاوليه؟ الدكتور باسم والمستشفى بصفه عامه. من الذي سوى الاجراءات؟ من الذي دعم؟ من الذي ادى العلاجات؟ من الذي فتح حساب، يعني حسابك آجل آجل آجل؟ أي حاجة كنا نحتاجها، حتى لدرجة إن احنا نشتي حاجة نتكلم مع الدكتور باسم ما كانش يمنعها. أريدكم جميعا أن تضعوا أنفسكم في ذات الموقف، في هكذا موقف لهكذا فتاة تعرضت وكانت حياتها عبارة عن سلسلة من العذابات اللامتناهية، ثم حين وصلت إلى المستشفى لتعالج من هذه الحروق التي كانت في البداية حروق من الدرجة الأولى وكان يمكن معالجتها، لتجد نفسها وقد دخل المستشفى على خط الاستغلال، وكل يوم يومين ودخل عليها في الغرفة بناشط جديد أو بشخص جديد أو بدكتور جديد. هيا تحدثي عن ما قدمه لك المستشفى. هذه حاجة احنا بنشهد بها كذمة، مش علشان الدكتور باسم أو على سبيل مستشفى يونيماكس إن احنا نشهرها، لا، هذه ذمة. بس بالرغم إنه كثير جاءوا وقالوا وتكلموا إنهم مستعدين إنهم يسفروها للخارج، بس احنا
اهل البنت هذه احنا رافضين اي مكان، احنا نشتي يونيماكس. احنا من نفوسنا مرتاحين في مستشفى يونيماكس لدعمها لوقوفها معنا. من اول ما يوم دخلنا يونيماكس احنا كانت حالتنا ترحم صدق ما نقولش، بس وقوف الدكتور باسم والكادر الطبي كان له تاثير كبير علينا وتاثير قوي علينا، واحنا مرتاحين والبنت مرتاحه ونفسيتها اهم حاجه. والحين هي تتكلم بلسانها والمقابله ترجع معها. ارد على سمير ان الفيديو الذي سمعته لا اذني. مستشفى يونيماكس يعني لا ارغمتني ولا ضغطت علي ولا الاعلاميين ضغطوا علي ولا حد ضغط علي على انني اصور او ما اصور. هذا اطلع يعني ادي واجبي، يعني الشكر ادي يعني الذي فعلوه معي مستشفى يونيماكس والدكتور باسم تحت رعايته. يعني كلمة شكر أشكره أو كلمة يعني إني أمدحه ولا شيء، هذا مش مجاملة، هذا يعني من كل قلبي، من كثر احترامي له، من كثر الذي فعله مني. ثم ماذا قدم لها المستشفى حتى نشاهده يوميا يسجل لها هكذا فيديو جديد دون احترام للذائقة العامة ودون احترام لمشاعر هذه الفتاة؟ ما الذي بالله عليكم يدفع هكذا مستشفى ليتلذذ بمعاناة هذه الطفلة ويستغلها؟ ثم إن هذه البنت أصبحت قضية رأي عام والمجتمع كله يشاهدها. لو هكذا إعلان بملايين يدفع له الملايين، ماذا قدم هذا المستشفى لها حتى يستغلها بهذا الشكل وبالمجان؟ دعم الله، نحن نشكر كل من وقف جنبنا ودعمنا ولهم جزيل الشكر وجزيل الاحترام، اخواننا، ابهاتنا، امهاتنا، حتى ولو واحد دعمني حتى ان شاء الله بكلمه. لكن انك تجي تقول بيضغطوا عليها بيستغلوها، هذا ما ينفعش. جي شوف بعينك، اطلبك يعني طلبنا عندي انك تجي تزورنا وتشكر رعايته وتشكر رعايه الدكتور باسم. يسعى المستشفى هذا للاسف الشديد إلى إعادة المكياج لوجهه عن طريق هذه الطفلة. ايش تعرف من أنت إنه آثار الأسيد الذي سكب فوق الأسيد ما توجعتش منه زي ما توجعت من كلمتك هذه. يعني الإحسان للإحسان، مشيت يعني بدون إنهم وقفوا جنبي وهذا بدون ما تتكلم وتشكر، عادك كمان بتغلط. بالنسبه للمستشفى يونيماكس ما حدش يقدر يتكلم عليها باي سوء، لانكم انتم بتتاجروا في الكلام هذا عشان كل واحد يطلع الشهره. بالنسبه لهذا الكلام تشتي تطلع الشهره يا اعلامي، هذا بعيد عليك. وانا بكلمك واضح وانا عمها وابوها اللي انا اشرفت على عمليتها من اول يوم لاخر يوم. بالنسبه للتجاره وتشتي تطلع الشهره انت وتشتهر، هذا بعيد عليك يا ولدي، لانك مش قدر المسؤوليه. لو انت قدر المسؤوليه كان تيجي المستشفى وتقدم الخير. هل تذهب التبرعات التي تذهب الى الان، هل تذهب الى الطفله او الى هذه الفتاه، او الاستغلال مستمر؟ وبالتالي لا زال المستشفى الى اليوم يتحدث انه عالجها وانه فتح لها حساب وانه ما كانش معاه ولا ريال. فشوفوا ايش عملت. الاعلامي هذا سمير يجي لهنا يشوف يفتح حساب المستشفى، يشوف الحسابات، يبدا اول حاجه يتاكد من كلامه وبعدين يرجع يدعم او ينشر. اما انه واحد يجي يسيء لشخص مجرد سمع او يعني حصل على كلام ويدعم شخص على حساب شخص، اعتقد انه هذا اسلوب مش حالي. هذا كونه كاعلامي وانسان يعني واعي وكلامه وهذا ما يحقلش انه يتكلم بالاسلوب هذا. يعني مش يدعم واحد ويشوش على واحد. مستشفى يونيماكس احنا بنتابعها، والدكتور باسم اول باول بيدي لنا الحسابات كم الذي بتوصل للمستشفى وكم الذي عنده مسجل اول باول، ولو اشتي اثبات يجي لعندي انا ام البنت، يجي لعندي وانا بجيب له الاوراق اول باول كم اللي دفع له مستوى الريال الواحد 1100 تدخل المستشفى. احنا بنكون لنا علم فيها، الدكتور باسم بيواصلنا اول باول، هذا سند دفعه فلان، هذا سند دفعه فلان، هذا فلوس دفعتها فلانه، هذا اجى دعم فلان. اي اعلامي وانت رجعنا هذه رساله خاصه فعلتها عشانك، وهذا ما حد غصبني عليه عشان ارد لك. انا الذي اتصلت وانا الذي تكلمت عشان ارد عليك. يعني الكلام وجعني قوي. الاسيد وهذا الذي تشوفه فيه والتشويه ما توجعتش منه زي ما انت وجعتني بكلامك، وما حد رغبني بهذا الفيديو الا انا الذي طلعت عشان اتكلم واوجه لك هذه الرساله. رجاء 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 لا تتكلم على لساني مره ثانيه.
هذا ردي أنا أم العنود على الكلام الذي سمعته أو الفيديو الذي سمعته من سمير الصلاحي. وأنا لما كلمتك يا أستاذ سمير على أساس إن أنا أروي لك المستند، صح أنت ما لك شيء أي أهمية إن أنا أروي لك كذا، بس أنا رديت على كلامك بحكم إنك قلت واتهمت مستشفى يونيماكس إنها بتستغل. هذا كلامي، وأتمنى منك إنك تضم لسانك ويعني وتفهم إيش بتقول وتقدر الناس، وهذا عيب إنك تسيء للناس.